صباح الخير. النهارده يوم جديد. احنا النهارده هننزل الشارع وهنسأل بعض الناس عن العبادات اللي عندنا. يلا بينا ننزل الشارع. في صديقين هناك هم، تعالوا نروح نسألهم. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسفه ان انا قطعتكم، بس انا عايز اسالكم على بعض الاسئله المهمه. تعالوا معايا بقى نقعد هناك ونتكلم مع بعض عشان نتعرف اصول الدين اللي عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم درس العبادات. بداية كده احنا هنتعلمه مع صديقتنا سارة وصديقتنا رقية. هنسأل صديقتنا رقية، العبادة بتنقسم من حيث طريقة أدائها إلى إيه؟ عبادات قولية وقلبية وجسدية ومالية. العبادات القولية كقراءة القرآن الكريم والدعاء وذكر الله تعالى والكلمة الطيبة. أما عن العبادات القلبية كالإخلاص وحب الخير للناس وحسن الظن بالله تعالى. أما عن العبادات الجسدية مثل الصوم والصلاة والحج. أما العبادات المالية كالزكاة. أحسنتي يا رقية. طب دلوقتي بقى هنسأل صديقتنا سارة، إزاي أعرف إن العبادة بتاعتي قبلت؟ أو إيه هي شروط قبول العبادة؟ الاقتداء بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يكون هدفنا إرضاء الله تعالى وأن نكون مخلصين لها. هنتعرف فضل العبادة في الدنيا والآخرة مع صديقتنا رقية. يحب الله الإنسان الصالح لنفسه والنافع لغيره ويعطيه ثوابا عظيما. أحيانا نتصدق يرزقنا الله أضعافا كثيرة بالبركة، والدليل على ذلك أن هناك آية قرآنية تقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما يأتي يوم القيامة يقف العبد الصالح أمام ربه ويجد التمرة التي تصدق بها في ميزانه كالجبل، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. من أقام الصلاة وآتى الزكاة لا يخاف ولا يحزن باليوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كده اختتمنا حلقتنا. أتمنى أن تكون عجبتكم حلقتنا. كانت معكم شهيستة من فصل 6 تاني تحت إشراف مستر محمود سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.